ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ والله وحشني جدا جدا، واعذروني على فتره الانقطاع دي. برضو انا كنت بنزل فيديوهات قصيره، اتمنى تكونوا اتفرجتوا عليها واستفدتوا منها. ولو لكم تعليقات عليها او مثلا اي عايزين تسالوا اي برضو على حاجه عليها، هرد عليكم من خلالها. طيب، في فيديو النهارده انا جايب لكم 10 خدع في الايباد او اس تقدر ان انت تسهل بيهم الدنيا عندك. اعتقد ان في ناس كتير جدا ما بتستخدمهاش او ممكن ما تعرفهاش او ممكن عارفاها بس مش عارفه بتتعمل ازاي، فتابعوني لغايه الاخر علشان تستفادوا. الخدعة الأولى معايا وهي دراج اند دروب، يعني إن أنا أقدر أعمل دراج اند دروب لتكست أو صور من السفاري مثلا أو من أي أبليكيشن لأي أبليكيشن تاني. إزاي؟ معانا هنا على الشمال موقع مثلا أبل فيه تكست هنا للآيباد. أنا أقدر أحدد التكست دون كده وأهولد على التكست إن أنا هيتحدد معايا كده إن عشان أنا أخدته زي دراج. وعندي هنا على اليمين الواتساب هجيبه هنا لغاية ما يظهر لي البلس دي على اليمين وأسيب. لقيت ان هو نقل التكست في الشات نفسه وان انا اقدر ابعته كده. انا بعت التكست من غير ما اخد كوبي ولا اي حاجه، انا جاست بدراج اند دروب. اقدر ان انا اخد صور كمان مش بس التكست، يعني انا لو جيت عند الصوره هنا وخدتها دراج وجيت هنا دروب واقول سند، هيبعت الصوره وكمان بعتها كستيكر. الخدعة التانية وأكيد في منكم ناس كتير عارفاها، وهي إن سبليت فيو. يعني مثلا لو أنا عندي فاتح البراوزر زي كده وجيت عندي عايز أفتح جنبيه أبلكيشن تاني، هعمل إيه؟ هاجي هنا عند الدوك أرفعها كده بإيديا وأختار مثلا الشات جي بي تي هنا وأجيبه جنب اللي أنا فاتحه دلوقتي اللي هو السفاري وأسيب. هلاقيه فتح معايا هنا على اليمين شات جي بي تي وعلى الشمال السفاري. ممكن ان انا اكبر او اصغر من النص هنا. خليني اكبر مثلا الشات جي بي تي واصغر السفاري او العكس بالظبط. لو انا عاوز الشات جي بي تي دون مفتوح بس مش واخد نص الصفحه، يعني مفتوح على جنب بس الفول سكرين تبقى على السفاري، هاجي من فوق هنا على عند الثري دوتس من فوق هنا واقوم واشده لتحت واجيبه على الشمال لغايه ما السفاري ياخد الصفحه كلها وبعد كده اسيبه. ولو عاوز ارجعه تاني بجيبه برده من على الثري دوت اللي فوق هنا واجيبه جنب السفاري، يبقى كده فتح لي الصفحتين. الخدعه رقم 3 وهي الكويك نوتس بسرعه جدا، وهي ان لو معاك ابل بنسل او بنسل عادي او ابل بنسل برو من على شاشه الايباد تحت على اليمين خالص، لو جيت رفعت بالقلم كده مسافه 90 درجه هتلاقيه طلع معايا. شايفين طلع معايا زي ويندو صغيرة كده. لو رفعتها فوق دي النوتة، اقدر ان انا اكتب اي حاجة، اي ملاحظات فيها، وبعد كده هو فتحها لي كويندو صغيرة، مش فتح لي الابليكيشن نوت كلها. دي ادون فيها حاجه سريعه جدا. طيب الخدعه اللي بعد كده معانا وهي مش خدعه، هي تركايه حلوه مفيده، وهي السبوت لايت سيرش. ده اللي عنده مثلا ماك وعارف ان السبوت لايت دون مهم او بيبحث فيها كتير في الماك، يجيب له ملفات مثلا بدل ما يقعد يدور في الفايلات وكده. هنا في الايباد في زيها، هتسحب الشاشه اللي تحت هيظهر لك السيرش فوق هنا، تكتب اي حاجه. يعني مثلا انا عايز ادور على السي في بتاعي مثلا، هكتب السي في هيظهر لي هنا السي في اللي انا مسميه اوريدي حاطه جوه هنا على اليمين خالص. هيظهر الفايلز او الايكون بتاع الفايلز اللي هو محطوط فيه الملف دون. هدوس والله عايز افتحه لي، هيفتحه لي بالشكل دون. والخدعة رقم 5 وهي التنقل بين التطبيقات بسهولة بس 4 صوابع، وهتعمل على الشاشة سلايد يمين أو شمال هيتقلب ما بين البرامج. ممكن البتاع الشريطة اللي تحت دي لو عملتها يمين او شمال بصباعك واحد هتقلب معاك، ولكن في احيانا ما بتظبطش او بتيجي مثلا تحت عند الحتة السوداء او فوق شوية من عند الايباد فما بتقلبش معاك بسهولة، واحيانا اصلا بتعلق معاك. فاسهل طريقة واسرع طريقة وهي ان انت تجيب الاربع صوابع وتقلب الشاشة يمين وشمال، هيقلب معاك البرامج اللي مفتوحة على الايباد. الخدعة رقم 6، اول ما تاخد سكرين شوت للشاشة بتاعة الايباد تقدر ان انت تمارك اب او تعلم عليها بالقلم لو معاك الابل بنسل الحاجات اللي انت عاوز تحددها. ازاي؟ مثلا لو هنيجي ناخد سكرين شوت هنا من على الزرار للباور وزرار الفوليوم اب، هندوس عليهم مرة واحدة هياخد سكرين شوت للايباد بالشكل ده. هندوس على الصورة اللي تحت على الشمال هنا وعلى طول ابدأ ان انا اختار القلم مثلا
اختار الاصفر، هختار مثلا السمك يكون مثلا كده، وبعد كده ابدا ان انا احدد في واعلم في السكرين شوت اللي انا خدتها، وان انا ادي مثلا هنتات او حاجه. ممكن مثلا هنا امسح مثلا اللي انا عملته. كل طبعا معايا التولز دي كلها اقدر ان انا استخدمها بسهوله جدا من على السكرين شوت بدون ان انا احتاج كمبيوتر او كده. في كتير منكم ما يعرفش حاجه في الايباد اللي هي اسمها ستيج مانجر، اللي هي على اليمين خالص هنا دي. لو انا فعلتها اخترتها هلاقي الابليكيشن عندي ممكن صغر شويه ولكن ده بيسمح لي ان انا افتح في نفس الويندو اكتر من 3 برامج. يعني ممكن افتح 4 برامج او افتح 4 ويندوز مع بعض زي كده. لو عملت سلايد من على الشمال هيفتح لي البرامج الريسنت يعتبر، اقدر ان انا اطلعها كده. ادي واحد اهو الشات جي بي تي مثلا، ممكن البراوزر معاها 4 برامج اقدر ان انا اتحكم في حجمهم. اخلي ده هنا، اخلي مثلا شات جي بي تي يكون تحته، اخلي هنا الايميلات مثلا تبقى صغيرة هنا، واخلي السيتنج مثلا تيجي بالشكل ده واخليها تحت. اقدر ان انا اتحكم وافعلهم ان انا اشتغل عليهم في نفس الوقت. طبعا في التحديث الجديد بتاع الايباد هيخلينا ان احنا نفتح اكتر كمان من 4، وهيبقى التحكم فيهم برضو اسهل بكتير. اول ما ينزل ان شاء الله التحديث بتاع 26 ايباد 26 برضو هعمل لكم شرح عليه باذن الله. طيب الخدعه اللي بعد كده وهي النص الحي. ازاي؟ ان انا عن طريق الكاميرا اقدر ان انا اخد تكست من على اي ملف قصادي، مش مجرد ان هو هيصورها صوره، لا ده هيحولها لك بي دي اف. تقدر ان انت تحدد التكست اللي فيها كمان، تاخده كوبي عندك في اي مكان. ازاي؟ هنفتح الكاميرا عندنا عند مثلا دون المسك دون، وهنيجي عند البخور مثلا دي، وهندوس تحت هنلاقي ظهر تحت عندنا سكان دوكيمنت. اول ما ندوس عليها هنلاقيه عمال يعمل سكان للدوكيومنتس، خدها سكان وظهرها تحت عندي بالشكل ده كده اكنها ورقه او كده. اقدر لو دوست دان فوق على الشمال هنا، دي هنا دلوقتي فتحها لي انا كده شايفها بي دي اف. اقدر ان انا اعمل سيلكشن للتكست اللي موجود جوه بالشكل دون. اقدر ان انا اخد سيلكت اكنها بالظبط ملف فيه تكست مش صوره خالص، هو بيقاري التكست. الخدعه رقم 9، كتير منكم ما يعرفش ان هو ممكن يغير حجم الكيبورد بتاعت الايباد الكبيره دي بكيبورد تانية صغيرة يقدر يتحركها في الشاشة زي ما هو عاوز. ازاي؟ ان لما تيجي تعمل الزوم ان وزوم اوت، انت هتعمل الزوم اوت على الكيبورد بايديك الاتنين هتلاقيها صغرت معاك. الكيبورد الكبيرة بقت صغيرة زي شبه كيبورد الايفون، تقدر تحركها في اي حتة في الشاشة بحيث تبقى شايف اللي تحت في الكلام هنا. على ان الكيبورد الكبيره ساعات بتخفي يعني بتاكل نص الشاشه كل حرفيا، والتحكم فيها زي الايفون بالظبط. طيب والخدعه رقم 10 والاخيره، ان انت تقدر تستخدم الماوس بتاع الكمبيوتر بتاعك البلوتوث عادي جدا، مش شرط ماوس ابل، تقدر تستخدمه على الايباد زي كده. انا دلوقتي بتحرك بالماوس مش بايديا، اقدر انا افتح فولدرات، اقفل، افتح فولدر تاني، احدد حاجات زي كده، افتح مثلا البراوزر من تحت، اقلب، اعمل مثلا سكرول داون بالماوس بيبقى اسهل طبعا ممكن بكتير زي كده. افتح مثلا هنا تابات تانية مش عارفه كل الكلام ده اقدر ان انا اعمله بالماوس بتاع الكمبيوتر بتاعك. وكمان اي ماوس بيقبل، مش شرط ماوس يكون قابل مثلا او حاجه معينه، لا كمان ممكن توصل الكيبورد بتاعت الكمبيوتر اللي بالبلوتوث. دي كانت 10 خدع للايباد. في كتير منكم اكيد ممكن عارفها، في كمان ناس ما بتعرفهاش او في ناس عارفاها بس مش عارفه بتتعمل ازاي. اتمنى اكون فدتكم بيها، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ودي بس كانت البداية، ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات أكتر ابعتولي وأكيد هرد عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. وقبل ما أقفل عايز أدعم وكل الدعم لإخواتنا في غزة والمقاومة، ربنا ينصرهم وربنا معاهم إن شاء الله. إن شاء الله نفرح بإذن الله بتحرير الأقصى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.